العالم ده فيه حاجات كتير غامضة، وأي حاجة خارجة عن الطبيعة بيطلع عليها نظريات كتير قوي. وده لأن الإنسان دايما من بداية التاريخ وهو بيحاول يبحث ويدور في أي حاجة غامضة، ودايما برضو أي حاجة غامضة بالنسبة لنا بتتحول مع الوقت لمصدر رعب لو معرفناش حقيقتها إيه. زي مثلا الإنسان أول ما اكتشف النار كان بيخاف منها طبعا، لكن مع الوقت لما اكتشف إن ليها استخدامات ممكن تنفعه ساعتها عارف إن هي مش ضارة بس، لكن ممكن تفيده في استخدامات كتير. وقيس على المثال ده أمثلة كتير قوي بقى. لكن مع التقدم والتكنولوجيا بقى في حاجات كتير من اللي كنا شايفينها غامضة قبل كده بقت بالنسبة لنا دلوقتي حاجة عادية. ولكن واحدة من الملفات اللي إلى الآن غامضة بالنسبة لنا هو ملف مثلث برمودا. المثلث ده يمكن من أكتر مكان مائي مشهور على مستوى العالم في الوقت الحالي، لأن مفيش حد في العالم كله ما يعرفش مثلث برمودا بسبب الأحداث الغريبة اللي بتحصل هناك من تحطم سفن وطائرات وغيرها. ده غير إن طلع عليه شائعات كتير بقى، يعني اللي يقولك السبب في كل ده هو وحش عظيم بيسكن المكان ده، أو اللي يقول ده عشان هو عرش الشيطان فأي حد بيقرب من هناك بتكون دي نهايته. وفي برضو اللي بيقول في الحقيقة بقى الكلام ده كله أي كلام، والحقيقة إن في بوابة بين الأبعاد بتنقل أي حاجة من العالم بتاعنا لعالم تاني. وغيرها بقى من النظريات الغريبة اللي بتتكلم عن البقعة المائية الغريبة دي اللي حيرت العالم كله لسنين طويلة ولحد النهاردة. وفي فيديو النهاردة احنا هنتكلم عن المكان ده وهنشوف هو ايه سبب الغموض اللي حواليه طول الفترة دي كلها، ويا ترى هل كل الشائعات اللي حواليه دي فعلا صح ولا لأ. في البداية احنا محتاجين نعرف فين مكان مثلث برمودا ده بالظبط. هو مكانه في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي وقريب من الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية. ومنطقة مثلث برمودا بتعتبر جزء من المحيط، وتقريبا مساحة المثلث 1,000,000 كيلومتر مربع أو أكتر حاجة بسيطة، ويعتبر مثلث متوازي الأضلاع. والمثلث ده أول شخص اكتشفه واتكلم عنه كان المستكشف المشهور كريستوفر كولومبوس، واللي قال إنه أول ما دخل في المنطقة دي شاف حاجة غريبة جدا. قال إن في كرة من النار بتنزل في المحيط، ومش كده وبس، ده كمان البوصلة اللي هو كان ماسكها أول ما دخل المنطقة دي ابتدت تدي إشارات غريبة وتنحرف عن الشمال. ومن وقت ما تم اكتشافه أول مرة لحد دلوقتي كل فترة والتانية بتختفي سفينة أو طيارة بشكل غريب جدا في المكان ده. ويمكن واحدة من أشهر السفن اللي كان مصيرها غامض كانت سفينة اسمها USS سايكلوبس، واللي اختفت تحديدا سنة 1918. والسفينة دي كانت في رحلة بين البرازيل وأمريكا، وعليها حمولة كبيرة جدا في حدود 11 طن، وفي حوالي 300 شخص عليها من طاقم السفينة. ولكن فجأة السفينة دي اختفت من الوجود، اختفت حرفيا، وما كانش فيه نداء استغاثة ولا أي حاجة. ولما ابتدوا يبحثوا عن الحطام بتاع السفينة إلى الآن محدش لقى حاجة. وطلعت نظريات كتير زي إن السفينة تمت مهاجمتها، أو حصل عاصفة هي اللي دمرتها، أو إن في مخلوق بحري عملاق هو اللي دمرها. واتقال كمان إن ممكن العمال اللي عليها عملوا ثورة على قبطان السفينة، وفي أثناء الثورة دي السفينة اتدمرت بشكل ما. وطبعا كل ده كلام فارغ، ولحد يومنا ده محدش يعرف إيه اللي حصل بالظبط. وطبعا مش دي الحالة الوحيدة، لأن برضو في ديسمبر سنة 1945 كان في 5 طيارات بحرية بيعملوا تدريبات فوق منطقة مثلث برمودا، ولكن فجأة ال5 طيارات اختفوا ومحدش عرف عنهم حاجة. فالبحرية قررت إنها تبعت طيارة كمان عشان تبحث عنهم وتشوف لو لسه في حد عايش مثلا تنقذه. لكن الغريب بقى إن كمان الطيارة دي اختفت، وغيرها من الحوادث اللي حصلت إذا كانت أقدم من كده أو حتى أحدث. لكن لحد الفترة اللي كنا بنتكلم عليها دي ما كانش حد بيربط بشكل مباشر بين المنطقة دي وبين الحوادث، وإنه عادي حادثة غريبة حصلت وخلاص. لكن بداية من سنة 1950 ابتدت مجلة اسمها Associated Press إن هي تتكلم عن الموضوع ده وتربط بين الأحداث اللي بتحصل في المنطقة وبين مثلث برمودا. ومن هنا بقى كانت بداية الجدل الشائع اللي الواحد بيسمعه من وقت للتاني عن مثلث برمودا والحاجات الغريبة اللي بتطلع عنه من وقت للتاني. وفضل الغموض حوالين المنطقة دي فترة طويلة، وطلع بقى كمية إشاعات وكمية خرافات مش طبيعية هنتكلم دلوقتي عن شوية منهم. زي مثلا إن المنطقة دي عبارة عن بوابة زمنية بتنقل الناس من زمن للتاني وده سبب الاختفاء، أو إن في وحش مرعب في الحتة دي بياكل أي حد بيقرب منه، وتحديدا بقى وحش الكراكن. واللي مش عارف الكراكن ده فاحنا هنتكلم عنه شوية. وهو عبارة عن مخلوق بحري ضخم زي الأخطبوط كده، واللي ممكن طوله يوصل لأكتر من كيلومتر، ودراعاته طويلة جدا لدرجة إنها تقدر تلف حوالين أي سفينة بسهولة، وطبعا تقدر تكسرها والكراكن ياكلها. وبيقولك بقى كمان إن الكراكن ده بيكون دايما ساكن في أعماق المحيط،
عشان كده محدش يقدر يلاقيه بسهولة. ولكن طبعا وحش زي ده بيبقى جعان، فلما بيجوع بقى بيروح طالع على السطح وبيخلي جزء من راسه فوق السطح، وبتبان على إنها جزيرة بسبب حجمه الضخم. فالسفن بتتخدع بيها وبتقرب منها أحيانا عشان يرتاحوا عليها مثلا، أو يعدوا من جنبها عادي على إنها جزيرة. لكن في الوقت ده الكراكن بيروح طالع على السفينة مرة واحدة وبيدمرها وبياكل كل الطاقم. والأسطورة دي كانت ابتدت تنتشر بين الناس في العصور اللي كان بيحصل فيها رحلات بحرية طويلة، وتحديدا بين الفايكنج والمنطقة دي تحديدا. ولكن طبعا مش محتاجة أقول لكم إن الكلام ده كله أي كلام، لأن الكراكن ده أصلا مخلوق أسطوري مش حقيقي ولا حاجة. وفي برضو بعض النظريات التانية زي مثلا إن تحت في المحيط في آثار من مدينة أطلانتس المفقودة، والآثار دي بتطلع طاقة كبيرة قوي، وإن هي السبب في اللي بيحصل ده كله، وإنها بتدمر السفن اللي بتقرب أو الطيارات وهكذا. وبمناسبة مدينة أطلانتس فإحنا إن شاء الله هنعمل عنها فيديو قريب، استنوه عشان تعرفوا القصة كاملة عن المدينة دي. المهم نرجع لنظريات مثلث برمودا. اتقال كمان إنه ممكن يكون عرش الشيطان في المكان بتاع مثلث برمودا، وده سبب تدمر السفن والطائرات، لدرجة إن الموضوع وصل ببعض الناس إنهم يقولوا إن ده يأجوج ومأجوج هناك في المكان ده. متخيلين يا جماعة الموضوع وصل لحد فين؟ وغيرها بقى من الإشاعات الغريبة اللي بتتكلم عن المنطقة دي. لكن في سنة 1975 جه كاتب اسمه لورانس ديفيد كوش، وده كان باحث في جامعة أريزونا، واتكلم عن المثلث في كتاب خاص بيه والنظريات دي كلها. وكانت وجهة نظره إن الناس بتتكلم بشكل مبالغ فيه جدا عن المكان ده، وإنه أصلا معظم الحوادث اللي كانت بتحصل ما كانتش في المثلث نفسه، لكن كانت في أماكن قريبة منه أو على حدوده لكن مش جواه. وإن المكان ممكن يكون بيحصل فيه حوادث، ولكن كمية الحوادث اللي بتحصل هناك مش كتير أصلا، خصوصا لو اتقارنت بأماكن تانية مشهورة بالعواصف مثلا. وإن كل اللي بيحصل والغموض اللي حوالين المنطقة دي بسبب الصحافة، وإنهم عايزين يبيعوا كده فبيقولوا حاجات غامضة تخلي الناس تتكلم عن المنطقة دي مش أكتر من كده. وفي الحقيقة لورنس ما كانش الشخص الوحيد اللي بيتكلم عن الموضوع ده، وإن مثلث برمودا عبارة عن فقاعة تم صنعها إعلاميا. لكن في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده، إذا كان كتاب أو صحفيين أو غيرهم، واللي لما بحثوا في السجلات والتاريخ اكتشفوا إن عدد الحوادث اللي حصلت هناك ممكن ما يبقاش كبير أصلا لو اتقارن بأماكن تانية مشهورة برضو بوجود حوادث تدمير سفن فيها وهكذا. طيب هنا بقى يظهر سؤال جديد بالنسبة للسفن والطائرات اللي اختفت في المثلث ده وملهاش أثر لحد دلوقتي، أو اختفت في ظروف غامضة وإن البوصلة بتنحرف في المكان ده تحديدا. إيه تفسير بقى الكلام ده كله؟ هنحاول نجاوب على الأسئلة دي دلوقتي مع بعض. أولا، إيه سبب إن البوصلة تنحرف؟ الموضوع ده كان منتشر بين البحارة زمان، إن البوصلة تنحرف لأسباب كتير، زي مثلا عيب في البوصلة نفسها، أو إن المكان اللي هم فيه تأثيره المغناطيسي على البوصلة بيختلف، وبرضه لو حمولة السفينة من أي نوع من المعادن فتأثيره المغناطيسي كمان بيختلف. وكمان بعض التغييرات في القشرة الأرضية أو البراكين بتأثر على المجال المغناطيسي للبوصلة، وبالتالي فواحدة من النظريات بتقول إن القوة المغناطيسية في المكان ده ممكن تبقى قوية شوية، فده بيأثر على اتجاه إبرة البوصلة. طب ده بالنسبة لانحراف إبرة البوصلة. طب بالنسبة بقى لحوار اختفاء بعض السفن ده، فبصراحة في أسباب كتير قوي هنتكلم عن شوية منها. يعني مثلا لو السفينة في العصر القديم شوية، ممكن نقول بسبب أعمال القرصنة اللي كانت بتحصل في الوقت ده. وفعلا القرصنة كانت مشهورة في الفترة دي من الزمن، وكان القراصنة ممكن يدمروا السفينة كلها وتغرق ومحدش يعرف ايه اللي حصل لها، فيقولك أكيد كده مثلث برمودا هو السبب. وفي العصر الحديث ممكن يكون واحد من الأسباب دي الحروب، زي سفينة سايكلوبس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، واللي كان عليها تقريبا 300 شخص في رحلتها من البرازيل للولايات المتحدة الأمريكية. وبعض الأسباب المنطقية اللي الناس اتكلمت عنها في سبب اختفاء السفينة هو إنها ممكن تكون اتدمرت من ألمانيا، لأن دي كانت فترة حرب، أو إن يكون مثلا حصل أي خطأ فجائي على السفينة وهو سبب الاختفاء المفاجئ ليها. خصوصا إن في آخر مكالمة بين طاقم السفينة والبحرية قالوا لهم إن كل حاجة تمام وإن الجو معتدل، ولكن فجأة انقطع الإرسال، فما فيش أي سبب تاني ممكن يوضح سبب الاختفاء المفاجئ ده غير كده. وبرضه بعض الناس بتقول إن سبب كتير من الحوادث اللي حصلت هناك هو العامل البشري والخطأ البشري، زي ما حصل مع سفينة اسمها SSVA فوج، واللي من السفن اللي اتحطمت في مثلث برمودا، وكان السبب في كده نقص تدريب العمال اللي على السفينة على كيفية التخلص من مخلفات البنزين، واللي تسببت في الآخر في هلاك السفينة. ونظرية تانية علمية ممكن تفسر سبب اختفاء السفن، وهو غاز اسمه هيدرات الميثان، وده أحد أشكال الغاز الطبيعي. ومن غير دخول في تفاصيل كتير وكيمياء وكده، فباختصار الغاز ده بيبقى موجود بشكل كبير في المناطق القريبة من السواحل،
ومثلث برمودا فعلا قريب من السواحل نسبيا، والغاز ده بشكل عام موجود في البحار والمحيطات ولكن بنسب متوازنة، لكن في بعض الأماكن بيكون أكتر شوية من أماكن تانية. وبعض العلماء في استراليا عملوا تجارب وأثبتوا إن الغاز ده ممكن يكون السبب في إنه يغير في كثافة المية، وبالتالي ممكن سفن ضخمة وعملاقة تغرق عادي جدا. وده واحدة من النظريات اللي في ناس كتير بتقول إنها صح عن سبب تدمير السفن في منطقة مثلث برمودا، لكن برضو هي مش بتفسر سبب اختفاء الطائرات. أصل إيه علاقة بقى الطائرات بالمية اللي كثافتها مختلفة؟ لكن برضو في نظرية التقلبات الجوية واللي ممكن يكون ليها علاقة بالطيارات، ده غير علاقة مثلث برمودا بالحائط الجليدي، واللي برضو مفيش أي حاجة مثبتة علميا بتأكد الموضوع ده. وبالمناسبة في حلقة قوية جدا هتنزل قريب على القناة عن الحائط الجليدي. المهم في الحقيقة كل اللي اتكلمنا عنه ده مجرد نظريات، ومفيش أي حاجة موثقة وحقيقية بتفسر الحوادث دي كلها. وفي نهاية الفيديو هيفضل مثلث برمودا واحد من أكتر الأماكن غموض في الوقت الحالي، ومن أكتر الحاجات اللي شغلت الناس عموما وخصوصا العلماء لفترة طويلة. لكن يا ترى هل هو فعلا السبب في كل الدمار اللي بيحصل في المنطقة اللي حواليه دي؟ أنا رأيي هو لأ. طب هل النظريات الغريبة اللي بتتكلم عن قوة شريرة ووحوش وشياطين دي حقيقية برضو؟ فأكيد برضو لأ. طب إيه السبب في إن المنطقة دي منطقة موت وتدمير بعض السفن والطائرات؟ الله أعلم. هيفضل مثلث برمودا هو جزء من غموض العالم اللي حوالينا. وبس كده. لو حابين تشوفوا فيديوهات أكتر من النوعية دي اكتبوها لي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.